بصوا بقى، انا لقيتها لكم اهي. لقيتها انا شايلاها في الدولاب عندي من 15 سنه. كل فتره يعني اغير الشنطه دي، لكن هي من جوه قديمه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وراحه بال. الحقيقه موضوع النهارده ترددت فيه ان انا ابدا فيه بقالي فتره، عايزه اعمله بما ان انا شايفه تعليقات كتير. معظم الكومنتس اللي موجوده تحت الفيديوهات بتاعتي تاخير انجاب، تاخير زواج، تاخير رزق. فانا عندي تجربه، والتجربه دي قد تكون هي الطريق لكل ده، بس انا يعني كلها ارزاق مختلفه لكن الطريق واحد. فللي حابب يسمع التجربه دي وللي حابب ان هو يعرف الطريق، تعالوا نشوف تجربتي. وطبعا انا قبل ما اعمل الفيديو انا عملت استطلاع للراي على لايف من اللايفات بتاعتي، لقيت في اقبال على انكم تسمعوا وما تملوش. للي حابب يسمع القصه بتاعتي ويسمع موضوعي، هو المفروض الحاجات دي شخصيه وكتير ان انا ما برضاش اقولها، لكن لما لقيت ان في حاجه ممكن تفيد او ممكن تنفع معظم المتابعين اللي بيدوروا على حاجه بيسعوا ليها ومش طايلينها، نقول تجربتي يمكن لعلها فتحة خير على حد يقدر يمشي في الطريق ده. الكلام يكون مختصر واقدر اعمله فيديو واحد، يا رب اقدر اعمله فيديو واحد، ولو طول مني وعملته على اكتر من فيديو فيا ريت نتابع مع بعض. اكتر من انه فيديو، انا عندي حاجات كتير قوي ممكن اتكلم فيها واعمل فيديوهات لقناتي، لكن الموضوع شخصي بس مهم، في حكمة عامة فحبيت ان انا اشارككم فيها. وتعالوا نعرف التجربة بتاعتي. وللي حابب بقى ايه الموضوع ممكن يطول، يعمل له كوبايه شاي ولا حاجه ويركز معايا كده في اللي احنا هنقوله. الموضوع كالاتي. بصوا يا جماعه، انا اتاخرت عن الانجاب 11 سنه. انا لما باجي اتكلم على الانجاب انا مش بقصد اللي ما خلفوش بس اللي هيسمعوا الفيديو، لا، تاخير الارزاق عموما. بس انا كان رزقي قليل في الحاجه دي، فايه اللي حصل وايه اللي خلى الاقدار اتغيرت؟ وانا كنت بشوف رؤى واحلام بتدل على اني هكون عقيم ومش ولا انجب نهائي، وربنا رزقني وكرمني باولاد. وايه اللي عملته علشان اللي انا شفته في الرؤى والاقدار دي تتغير معايا؟ نبدا منين يا احلام؟ ابدا منين؟ اقول لكم ابدا منين. خلينا نبدا من اول ما انا خلفت ابني الكبير شريف. انا طبعا انجبته وانا سن صغير، يعني انا اتجوزت وانا عندي 19 سنه، اقول على ما خلفت شريف كان عندي 20 سنه، كنت صغير. انا طبعا فاجئت الناس بقى، كنت عروسه وفجاه حامل وفجاه خلفت، ما لحقوش يركزوا معايا، كانوا مركزين في حته ان انا لسه عروسه والكلام ده، فمش مركزين معايا في الحاجه او في النعم اللي ربنا بيديها للانسان. وبعدين اول ما جبت ابني ابتدوا ينتبهوا، ده احلام دي جابت ولد. يعني خدوا بالكم من كل حاجه بقولها، لان كل حاجه بقولها مهمه. واحده سليمه ما فيهاش اي اعاقه للانجاب واتجوزت وخلفت عادي زي اي حد، وفجاه وبعد ما ربنا كرمني وقمت بابني ده، الناس ابتدت تركز معايا قوي. احنا طبعا ناس صعايده وبنحب الخلفه وبيت ولد والكلام ده، وبيبصوا قوي للموضوع الولد والبنت ده. وعلشان ماما الله يرحمها خلفت بقى 8 اولاد، 5 اولاد و3 بنات، فقعدوا يقولوا ايه، لا دي هتخلف بقى اولاد زي مامتها، اصلها طالعه لماما طالعه لامها وهتخلف زيها وهتجيب 8 اولاد بقى وبتاع. وركزوا مع ابني شريف وركزوا معايا قوي، وابص الاقي نفسي يعني انا لما خلفت ابني وانا لسه في سن ال20، وعلى فكره كنت بدرس، كملت بيه سنه تانية وسنه، يعني انا اتخطبت من بعد ثانويه عامه واتجوزت وانا في اولى كليه، وكملت بابني معايا تانية وثالثه ورابعه لحد ما خلصت البكالوريوس وابني شريف معايا. طبعا في الفتره دي انا كنت بدرس، ما كنتش مهتمه بموضوع الخلفه قوي. ولما خلصت بقى الدراسه قلت بقى اجيب ايه، اخويه. ومن هنا بدات المشاكل واكتر مشاكل. في الفتره اللي فاتت اللي انا ما كنتش بدور فيها، والفتره اللي انا بقيت ادور فيها، كنت بشوف احلام مزعجه لدرجه اني انا شكيت في الامر ان في حاجه عندي. انا ما كنتش بفكر بقى في حكايه جن وشياطين وهتعثر والكلام ده، انا كنت كل اللي بفكر فيه اني انا متاخره واني انا في حاجه عندي هي اللي منع ده، بس مش واضحه، ما كنتش اعرف ان هي حاجات روحانيه اصلا. كنت اشوف مثلا حيوانات بتجري ورايا، شكل بشر باشكال غير منتظمه، يعني ممكن اشوف مثلا واحد شكله الزلطه دماغه وهيهجم عليا يموتني. الاقي مثلا رؤى واحلام ممكن اكون محرجه ان انا كمان اقولها. وبعدين الموضوع ما بقاش تاخير في الحمل وبس، الموضوع بقى كمان مرض، يعني انا اصبحت مريضه لاني بقى يجي لي نزيف متكرر مش عارفه اسبابه، مش عارفه اسبابه حقيقي، مش عارفه انا عندي ايه ولا عارفه النزيف ده منين. كل الدكاتره اجمعوا على اني ما عنديش اي حاجه، اخذوا عينه من بطانه الرحم وعملت فحوصات وعملت لا تتخيلوا، يعني ما فيش داعي ان انا اعدد، اكيد اللي مشي في المشوار ده عارف. عيد واكرر تاني ان انا الهدف من الفيديو مش الحمل والولاده والكلام ده، انا عايزه اقول لكم قد ايه الامور متعسره وقد ايه العطله في امر انت عاوزه، سواء على موضوع الانجاب او عطله في الزواج او الارزاق عموما. ما هو الخلفه دي برضو رزق، وانا كده رزقي متعطل.
يعني اللي بيسمع الفيديو ده مش شرط يكون رجل او امراه او عزباء ولا متجوزه ولا عايزه خلفه، لا انا بتكلم عموما قد ايه الموضوع كان مستحيل. وصلت لدرجه من المتاعب والمرض اني انا يتنقل لي دم، ان انا مثلا عندي نقص في الهيموجلوبين صعب جدا، ان انا بتنفس من خرم ابره، ما فيش نفس داخل ولا نفس خارج، اتنقل للمستشفيات، اقعد في بيتي 3 ايام وفي المستشفى 15 يوم، ومرض قعدت بعد ما خلصت البكالوريوس بتاعي سنين اتعالج من نزيف وانا مش عارفه اسبابه. يعني اكرر تاني ان انا مش عارفه اسباب النزيف ده من ايه وكان بيجي لي ليه. بعدين الاطباء قالوا انت شوفي كده، يعني اخر ما زهقوا مش لاقيين حاجه، لا علاج نافع ولا حاجه نافعه، قالوا بصي انت يا بنتي روحي شوفي حاجه، يعني عالجي نفسك روحانيا، يمكن يكون حد عامل لك سحر. استغربت يعني ازاي اللي بيكلمني ده طبيب وعلى درجه علميه ولا مستوى علمي كده ويكلمني يقول لي روحي شوفي الحاجات اللي انا اصلا ما بصدقهاش، حد عامل لي حاجه، حد عامل لي سحر، روحي شوفي ايه اللي عندك. وطبعا الاحلام بتتوالى، واصحى من النوم افتح كتب تفسير الاحلام وادور على في الكتب القديمه والكتب الجديده والحديثه علشان اعرف، غير ان اللي عندي ده حاجه تكون طبيه، ما فيش اي حاجه تمنع الانجاب. الواضح ان انا عندي حسد شديد جدا او حد عامل لي حاجه لا قدر الله، وده انا اصلا ما بحطوش في دماغي. يعني الموضوع كله ان انا ما بحطش قصه العمل والحاجات دي. اخدوني بقى وراحوا بيا المشايخ وراحوا بيا الحاجات زي كده، ما كنتش بقتنع باي حد، واللي قريب مني عارف كده كويس. انا كنت بس بلبي رغبتهم في ان هم عايزين، يعني لما انينا مثلا حماتي يعني تقول لي تعالى اوديك، اقول لها ماشي وانا اصلا مش عايزه اروح، واقعد اتكلم كده وتمتم مع جوزي ان انا ما بحبش الحاجات دي، ان انا مش موافقه على ده. مشايخ واروح عند المشايخ الاقيهم يعني مش هيئه ولا حاجه تعالجني. رحت لدكاتره كبار في مصر، المراكز الكبيره، لدرجه اني انا كنت بشوف الصور اللي متعلقه، طبعا ديكورات ومناظر واشكال، وما اقولكوش بقى ثمن الكشف قد ايه. واكيد طبعا اللي مر في الموضوع ده عارف. كنت اروح ابص على الصور الاقي ان الصور بقى الامهات اللي شايلين بيبيهات توائم واللي مش عارفه ايه، كنت فاكره ان انا هخرج من هناك شايله بقى توأم زيهم كده. مش عايزه اقول لكم انا كنت بخرج او اروح للدكاتره الكبار دول فاكره ان انا الموضوع سهل جدا، وان انا زي ما هم الصور بقى واحده عقلها صغير، وكمان يعني ما كنتش قريبه قوي من ربنا قوي، يعني كان صلاتي وبس الصلاه، وكمان ممكن تكون مش لوقتها، وكانت يعني الحياه عندي سهله جدا وعادي من ناحيه الامور الدينيه. وبعدين رحت اخش عندهم اشوف الصور دي متعلقه، اقول ايه، لا ده انا هخرج من عندهم وانا شايله بيبي على ايدي، ماسكاه في ايدي وخارجه بيه، اللي هو بيعالجني الدكتور الكبير اللي الناس كلها بتوصف في المركز بتاعه وبتقول ده ايه، وفي مكان مميز جدا في مصر. اروح عنده يزود مشكلتي مشاكل، راح مديني منشط زياده. المنشط ده عمل لي استسقاء في الكبد، وبقيت جسمي فظيع وجسمي عبى ميه، انا ما اعرفش اصلا ايه اللي حصل لي، بس كنت هنفجر وكنت بجد هموت. المنشط الزياده ده كان هيدمرني. رحت بقى ايه رايحه لهم وانا بقى منفوخه كده وداخله المركز، فالستات اللي موجودين بيقولوا ايه، مبروك، هو انت حامل، مبروك ومش عارف ايه. فانا قلت لهم انا مش حامل. قعدت بقى اصوت بقى واعيط، ده انا تعبانه جدا، الدكتور اداني علاج غلط. فجم بقى المساعدين بتوع الدكتور اخدوني ودخلوني لي جوه، وبسرعه جاب حقن ادهاني تحت الجلد. عرفت ان الحقن دي بتسحب الماده الفعاله او الماده اللي كانت في الحقن اللي قبل كده اللي بتقلل موضوع استسقاء الكبد، وانها تقلل من الحاجه الخطوره اللي عندي. وعرفت ان في 4 ماتوا بنفس الموضوع ده. غريب في الموضوع بقى ان انا قبل ده كله او قبل رحله المرض والمتاعب دي شفت رؤيه، وانا كنت لسه ما دورتش، يعني كنت فاكره ان انا بخلف بقى وعادي وزي اي حد. شفتها في بدايه الامر، يعني ما كنتش لسه عرفت ان انا عندي مشكله او عييت او كده. الرؤيه دي يعني احرج ان انا اقولها. معنى الرؤيه ان انا هفضل عقيم لا انجب ابدا. جبت كتب حديثه وكتب قديمه وراجعت في كل حاجه وسمعت لكل حاجه وركزت قوي في تفسير الاحلام اكتر ما انا مركزه من سنين، ولقيت اني معنى الرؤيه ملهاش اي تفسير تاني غير ان انا هكون عقيم، وان انا لا انجب تاني بعد ابني ده، لان انا شفتها. يعني انجبت ابني اللي يشوفها في بدايه جوازه الرؤيه دي مش هيخلف ابدا، ولو شفتها بعد الابن بعد حد من اولادي، يعني اللي تخلف 1 أو 2 أو 3 وتشوف الرؤيه دي معناها مش هتنجب تاني خلاص. الرؤيه معناها انا ذكرتها في احد فيديوهاتي بس مفيش داعي اقولها دلوقتي يعني للحياء يعني، بس هي معناها ان انا هكون ليا صفه الذكور في اني لا انجب، مش هخلف. قعدت اقرا كتير قوي وادخل في حوارات الدعاء، وان الدعاء بغير القدر، وان الرؤيه احيانا بتكون من الاقدار واللي مكتوب في اللوح المحفوظ، واني انا كده عقيم، واني انا لو غيرت قدري لا يرد القدر الا الدعاء. ورجعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدر والدعاء يعتلجان،
يتدافعان بين السماء والارض، ولو كان الدعاء اقوى هيرد القدر ويرفع البلاء. ففرحت قوي بالحديث ده. وكمان قصة سيدنا موسى كليم الله مع المرأة التي لا تنجب، لما كان ربنا كاتب لها انها لا تنجب، ولما سأل ربه قال له كلما قلت عقيم قالت يا رحيم فرحمتي غلبت قدري. فمن هنا مسكت في رحمة ربنا جدا، واني انا هغير قدري بفضل الله. وبعد ما رحت لأكبر دكتور، وصلت لأكبر دكتور، أكبر ما تتخيلوا من الأطباء، وما نفعش في حالتي وأساء حالتي أكتر من الأول. يعني لو كنت رايحة لطبيب بادئ لسه كانت حالتي هتبقى أحسن ما كنت عنده. يعني أنا أشوف الطبيب الكبير ده وبوظ الدنيا معايا أكتر من الأول. أنا خلاص كرهت الدكاترة ومش هروح لأي دكتور ولا هتعالج عند أي حد. أنا خلاص مليت وزهقت ومش هروح لأي دكتور. ولما علمت أن الدعاء يغير الأقدار، قعدت أشوف إيه اللي بيخلي الدعاء لا يستجاب. طب ما انا دعيت كتير، ما انا بدعي، لقيت ان في امور كتير قوي بتحجب دعائنا. لازم يكون ما فيش شوائب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تحجب دعائك ده. طب انا ايه الشوائب اللي عندي ممكن تمنع دعائي؟ قعدت ابص لاحوالي، وان الخير من عند الله والشر من انفسنا. بصيت لقيت ان في حاجات كتير قوي لازم تتصلح. وبجد انا مش بتكلم برضو عن الحمل وعن الولاده، انا بتكلم عموما. لازم اصلح حاجات كتير قوي قوي انا غلطانه فيها. اولهم اني انا التزم بكل حاجه ربنا امر بيها. زي ايه؟ ابسطها الصلاه، اصلي الصلاه لوقتها. خلاص اصلي الصلاه لوقتها. قالوا ان الصور في البيت اللي فيها عيون وانف ومتصوره بتمنع الملائكه، واني بتحجب الدعاء وكلام من ده. رحت جايه شايله الصور كلها اللي على الحيط. قالوا الدباديب والكتاكيت والبطاريق. انتوا عارفين كميه الصور اللي كانت عندي؟ انا كان عندي ارج كده مترصص عليه الصور لا تتخيلوا، كله صور بعيون ومناظر وكده، كل ده شلته. قالوا الدباديب والكتاكيت والحاجات اللي في البيت اللي انا مقلهاها دي وحطها مناظر، والاصنام والحاجات دي كان عندي مناظر وتحف وحاجات زي كده، كله شلته. وقال لك لو انت يعني لا محاله هتخليه، يعني هو مش حرام، بس مش مستحب انك تقعده كده، يعني تهينه. يعني تهينه يعني ايه؟ ما تقعدهوش كده اله تقلبه على وشه، تحطه في درج وقت ما تعوزه تخرجه، لكن ما تحطوش كده قاعد على الكراسي زي ما انا كنت برص الحاجه بتاعتي، وشي كلاب وشي دبدوب وشي مش عارفه ايه. الحاجات دي كلها شلتها. طيب قالوا ايه كمان؟ ان انا ابتعد عن كل حاجه تغضب ربنا، واحاول ان انا بقدر المستطاع اقيم الليل، ابقى الكلام على لساني، وان انا عايزه اتكلم مع، يعني بتكلم مع حد من المعارفي من زملائي او زميلاتي، وبتكلم معاهم والاقي كلمه حلوه كده هقولها، يعني انتوا عارفين بقى نمايه ولا حاجه، الاقي نفسي رحت قافله وراجعه. مش هتكلم عشان خاطر انا عندي دعاء عايزه ادعيه يا جماعه، وعايزه ربنا يكرمني ويستجاب دعائي وخليني ارجع عن الموضوع ده، لان انا كده مش هيستجاب الدعاء بتاعي. ارجع عن النميمه، عن الغيبه، عن الامور اللي كلها تغضب ربنا. طيب في ايه كمان؟ يعني الدعاء برضو، يعني انا عاوزه، انا كل ده انا تعبانه بقى، انا عيانه وتعبانه وعايزه حاجه تشفيني وعايزه اروق وابقى كويسه. بصيت لمظهري بجد، يعني ما عجبنيش مظهري، بان انا اللبس ده مش هعرف، هو اللبس ده ممكن ان انا اقف في مكان اصلي بيه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش اللبس اللي انا كنت ما اقولكوش بقى في بدايه حياتي. كان الواحد بقى حتى لو عبايه لابساها كنت ببقى ملفته، يعني لابسه، عارفه بقى مين دي اللي ماشيه دي، اللي لابسه العبايه الجميله دي، لفت النظر، الخصل الشعر اللي كانت بتبقى طالعه، انا كنت ببقى ماشيه بقى. الحاجات اللي انا كنت مثلا العبايات بقى كنت البسها، كانت الطرحه دي يعني رميها كده مشبطاها عادي، ممكن تبقى حاجه باينه من هنا، ممكن خصل من شعري الملون طالع، ممكن ان انا مثلا تبقى مجسمه ومحبكه، وان انا ماشيه بقى واحده، ما اقولكوش بقى واحده ماشيه مش يعني في وقتها، مش يعني انا حشمه وكل حاجه الحمد لله طول عمري يعني، بس ايه، مش هو ده اللبس اللي المفروض البسه. يعني حاسه اني انا في حاجه ملفته، يعني في حاجه تلفت الناس ليا. كل ده الشعر بقى دخل جوه الطرحه، والدنيا اتلمت ومفيش حاجه تبان، وايه، واني اكون تافله. يعني ايه تافله؟ يعني ماشيه بدون ميك اب، ماشيه بدون، والميك اب بقى ده حكايه لوحده. وانا كنت بحب قوي الميك اب والتلوين في كل حاجه، يعني اي الوان عندي بحطه وخلاص بقى، اللي فوق العين ليه شكل واللي ده شكله، كنت بعمل حاجات في نفسي بقى ايه، خضره محمد خضر زي ما بيقولوا. فالمهم يعني كنت ببقى ملفته جدا. كل ده شلته، انا واحده مريضه وراجيه رحمه ربنا، وامله في ربنا امل عاوزاه ربنا يرزقني اياه. يعني شلت كل ده وابتديت امسك كتاب الله وادعي ادعيه. كنت دايما اقول ايه، الاقي دعاء قدامي كده، اجيب ادعيه واقعد اقرا منها واقول ايه، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. والدعاء اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي.
ساعات كنت بقول الدعاء وانا مش فاهماه قوي، يعني ايه اجعل القران الكريم ربيع قلبي، اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. وفي نفس الوقت اقرا في المصحف كتير، اقرا كتير، كنت دايما مركونه على جنب وفين وفين افتحه، بقيت اقرا في المصحف كتير جدا. لقيت ان الدنيا ابتدت تبقى حلوه، واني انا ابتديت اني انا اكون راضيه ونفسي هاديه، بس لسه انا مريضه. لحد ما في يوم جه الوقت الحاسم اللي هقول لكم عليه ده، وده واللي انا هقوله ده اصعب جزء في الموقف واصعب جزء في الفيديو اللي انا هقوله. في يوم جالي نزيف شديد جدا جدا، وفي المستشفى قريبه، يعني نقول لحد ما من البيت، والدكتور اللي انا بتعالج عنده بعيد. قال لي لو جالك الحاله دي بسرعه تكوني في المستشفى، ما تستنيش ثواني، 5 دقائق من كده ممكن تؤدي الى الوفاه. تخيلوا. وفي نفس الوقت مفيش علاج بقى، يعني انا بكلمكم على اني كده وماليش علاج، انا ما اعرفش علاجي ايه ومحدش مهتدي العلاج. اخدت بقى السايكلو، اخدت ما اعرفش هيموستوب، واخدت الحاجات اللي هي بتوقف النزيف والحاجات دي، والهرمونيه والغير هرمونيه. كل ده ما بيعملش حاجه، وشي حقن وشي ادويه وشي براشيم، كل الحاجات دي ما عملتش معايا حاجه. وانا في اليوم الحاسم ده، في يوم وبالتحديد كان في شهر 2 23/2 2007 23/2/2007 الساعه 2 او بعد 2 قرب 3 قبل الفجر بشويه. صحيت من النوم منزعجه من نفسي ومن النزيف اللي عندي، وانا لسه ما بقاليش ساعه جايه من المستشفى، وبصحي عايزه اصحي جوزي، اقول له قوم يلا عشان خاطر يعني قوم وديني المستشفى انا تعبانه دلوقتي. طب ده لسه جاي، احنا لسه جايين. بقيت يعني الاول كنت بقول بدلال وعايزه اروح وعايزه اجي المستشفى بتاع، حسيت ان انا بقيت تقيله، المرض بيتقل الانسان. طب انا هقول له تعالى انت جاي من شغلك تعبان وهلكان وتعالى وديني وجبني وعليها، ورحت قايمه. انا عارفه ان اللي عندي ده ما بيمنعش الصلاه، لانه مش حيض، هو نزيف. قعدت ابكي على حالي وبجد بخلص خلاص، انا كنت بموت. ورحت دخلت اخدت شاور ولبست هدوم كتير فوق بعضها. 23/2/2007 كان في عز البرد، في عز طوبه، شهر 2 ده بيبقى برد جدا. ولبست حاجات كتير فوق بعضها مش فاكره ايه هي، وطرح كتير فوق بعضها وبلطو ومش عارفه ايه. ورحت طالعه ببلكونه، البلكونه دي بتطل على شارع عمومي، كنت وكانت الشارع ده واسع، ما فيش حد جارح، يعني بلكونتي وانا قاعده فيها. ورحت طالعه في البلكونه دي، قعدت ابكي ومتوضيه وكل حاجه، وان انا هصلي وانا تعبانه بقى بخلص. رحت جايه موطيه لله وانا ساجده بصلي ركعتين قيام، وقلت يا رب ليس لها من دونك كاشفه. انا تعبت والدكاتره غلبوا في علاجي، وانا دلوقتي ماليش غير بابك. يا رب يا رب قدر لي الشفاء، ولو انا هسجد انا يعني رب انا ساجده لك. في اللحظه دي انا كنت بعيط جدا، والدموع الدموع في عينيا وانفي اتسد ومفيش اي منفذ للنفس، واصلا انا تعبانه ومفيش نفس اساسا. يعني يا رب مش هرفع راسي من الارض ومن سجودي الا يا رب لو استجبت لي. يا رب فرج عني ما انا فيه، ماليش غير بابك يا رب. يا رب استجب لي، يا اما هموت وانا ساجده يا اما اشفى وانا ساجده. اللهم استجب، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. وفضلت اكرر واقول لربنا مش هرفع راسي الا بالشفاء، او اني اموت وانا ساجده. خلاص لو في اي مخرج تاني او في مكان تاني اروحه كنت رحته. وبعدين لقيت نفسي باخد نفس حلو، ولقيت النزيف وقف. كنت مكح كده، كنت بتعب فبكح وبعيط، لقيت النزيف وقف. فرفعت راسي من السجود وقلت يا رب انا حاسه ان انا اتشفيت، يا رب يا رب انت سامعني. فلقيت وقت ما انا بقول كده، انا في الوقت ده لو انا ساجده كان قبل الفجر بحاجه بسيطه. انتوا عارفين طبعا المؤذن او القائم بالعمل في المسجد قبل الفجر بيحط المايك عند الراديو ويبتدي القرآن اللي هو قبل الفجر يشتغل. بقول له يا رب انت سامعني، يا رب يا رب انت سامعني. ببكي واقول يا رب انت سامعني. انا حاسه ان انا خفيت. لقيت المايك اتحط على التسجيل او الراديو اللي بيشغل قبل الفجر، والآية الكريمة دي بتقول ايه؟ واستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. استجبنا له وكشفنا ما به من ضر. قلت يا رب انا خدت بالفعل وان انت استجبت لي وهتكشف عني اللي انا فيه واشفى. يا رب يا رب زي الايام دي لو يا رب استجاب دعائي يكون معايا اخ لابني
وعلشان انا ممكن انسى لكن انت مش هتنسى، انا هسجل التاريخ ده. رحت جايه قعدت ادور في شعري رحت مدخله ايدي تحت الطرحه وطلعت دبوس بنسة بتاعت الشعر، وقمت حفرة على البلكونة، على حيط البلكونة التاريخ 23/2/2007 وكتبتها: زي الأيام دي يا رب تشفيني ويكون معايا أخ لابني يا رب. وحتى أدعي لوحدي ما حدش معايا، وحسيت إن أنا اتشفيت ونفسي اتسع، وإن أنا كنت بجد كنت بتنفس من خرم إبرة، هيموجلوبين ما فيش والدم خلاص، وإن أنا بخلص بموت. وكتبت التاريخ ده وقلت يا رب زي الأيام دي يكون معايا أخ لابني. 23/2/2007 تاريخ ميلاد ابني يحيى التاني اللي ربنا رزقهوني باستجابة دعائي 23/2/2008. بعد الدعاء ده يعني والسجود، وطبعا انا عرفت اني اقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجد، فكنت بكسر من الدعاء في السجود وربنا فرج عني. وبعدها بقيت اشوف رؤى جميله، بقى يروح مني الرؤى بتاعت الحيوانات اللي بتجري ورايا، ورؤى الاشكال الوحشه والحاجات اللي كانت بتحصل لي دي. كنت بحلم بعدها ان انا بتوضى على بحر وبقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. مع العلم اني في الوقت ده ما كنتش عارفه الدعاء ده، ويمكن اكون قريته مره في حياتي بس مش حافظاه. ممكن اكون قريته في حياتي مره بس انا يعني ما كنتش حافظاه لدرجه ان انا اقول واردده كده. وتعدي السنه بصحه بخير وافرح وبدون علاج وبدون اي حاجه. بعض الامور اللي انا كنت بعملها من خير، بس يعني انا مثلا كنت اروح الصيدليه اجيب علاجي، الاقي واحده مش قادره تدفع العلاج ادفعه لها. ممكن مثلا الاقي مثلا حاجه في ايدي زياده او فلوس زياده اتصدق وادعي يا رب فرج عني ما انا فيه، لو تقبلت مني هذا فرج عني ما انا فيه. ربنا استجاب لي وكشف ما بي من ضر، مش بالعلاج ومش بالدكاتره ومش باكبر المراكز، ده بفضله وبكرمه علينا. ربنا اداني وكرمني وشفاني، وده اللي استفدته من رحلتي ومن تعبي. وعايزه اقول لكل واحده متاخره في الحمل، دوري في نفسك او دور في نفسك. مش بس المسؤوليه على الست، بس المسؤوليه كمان على الزوج. شوفي ايه الاخطاء اللي بتعمليها، شوفي ايه الحاجه اللي منع بينك وبين استجابه الدعاء. وعايزه اقول لكم ان الدعاء ده اكتر حاجه بتحقق المستحيل. في حاجات كتير قوي في حياتي كانت مستحيله، انا بقى عرفت سر الدعاء وعرفت ان كل حاجه عندي ممكن اغيرها اهو. اللهم ان كنت كتبتنا عندك في الكتاب شقيا او محروما او مقطرا في رزقي بدل ذلك واكتبني من السعداء. فبالدعاء بتتغير الاقدار. لا او مش بس كده، هقول لك على حاجه كمان حلوه. لما ربنا كرمني في حمل بيحيى كنت ماشيه بالقران الكريم، كل يوم اقرا ورد من القران. ويوم ما جالي طلق الولاده بقى وهولت بقى وكده، كنت في سوره الواقعه ختمت القران 4 مرات في حمل ده، لان الدكتور كان مانعني من الحركه واني انا يعني اريح وما بعملش مجهود كبير. وبعد 11 سنه بقى مستنيه والحمل كان طول واني كده، فلازم ان انا اريح. فكنت في الوقت ده عندي فراغ جامد، لا بحب اتفرج على تلفزيون ولا بحب اشوف اي حاجه، وكانت متعتي كلها في الدعاء وقراءه القران الكريم. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، اني انا كنت ماشيه بالقران الكريم على بطني. يعني كان في حد اداني حاجه كده، ربنا يكرمني كده واكون سبب لناس كتير. حزام فيه ايات من القران الكريم لكل شهر من القران، بتبقى معموله باستك كده او حاجه، وبروح جايه حطاها. استنوا هوريها لكم، ثواني هجيبها يا رب الاقيها في الدولاب. بصوا بقى انا لقيتها لكم اهي، لقيتها انا شايلاها في الدولاب عندي من 15 سنه. كل فتره يعني اغير الشنطه دي، لكن هي من جوه قديمه جدا. ده كده كان قران كريم، قرآن ل9 شهور، كل شهر بآيات معينة. كان عمله لي شيخ نحتسبه على خير، وطبعا بدون أجر وبدون أي حاجة. والشيخ ده كل شهر قال عشان الحمل يكمل، فكل شهر بقرآن. فأنا حطيتهم كلهم كده على أساس إن 9 شهور ب9 حاجات من القرآن، ملفوف عليه أستك أهو. وإن أنا كنت بلف الأستك ده حوالين بطني، وأنا داخلة مثلا حمام أو داخلة لأي سبب من الأسباب مكان ما ينفعش أدخل فيه بالقرآن، بروح جاية خلعاه وحطاه بره المكان، وبعد كده لما بخرج بلبسه. القرآن الكريم ده هو صح يعني الحاجة دي قديمة وعتيقة وانا مش عايزة اغير يعني، بس لما حد بيحتاجه مني ممكن ان انا اطلعه ثواب، وان انا اغير الكفر ده ان شاء الله اللي محتاجه. فده بقى كان الايات او الحاجات اللي من القرآن الكريم
اللي كنت بستعملها لحد ما الحمل بتاعي كمل الحمد لله. نشيله مكانه كده لصاحب نصيبه. وقراءة القرآن بفضل القرآن الكريم كل يوم اقرا ورد بتاعي، ولحد الآن خلفت ابني وربنا كرمني وفضلت ماشية على اللي انا كنت ماشية عليه قبل ما اخلف، قبل ما ربنا يديني. لا ومش كده وبس، ده انا كمان طماعه جدا، انا بطمع جدا في كرم ربنا عليا. انا مثلا جيت لكم بقى وقت ما انا بولد، بيقولوا ان الواحده اللي بتولد او في وقت طلق الولاده والمخاض ده بيبقى دعائها مستجاب، عشان كده بيحملوها الدعوه، يقولوا لها ايه، ادعي لنا والنبي بالله عليك ربنا يكرم بنتي وتتجوز، ادعي لنا مثلا ربنا يخوي لي ابني، ادعي لنا ربنا يديني، يعني كده. تكون في فتره صعبه وبتتساقط ذنوبها مع الالم وبتاخد ثواب ده بتاخد ثواب الولاده، فبيبقى دعائها مستجاب. انا بقى استغلت الفرصه دي وانا في الطلق الولاده ولا في المخاض وبتألم وببكي في يحيى، فقلت يا رب انا عندي ولدين، انا عايزه كمان اطمع في كرمك، ادعوا ربنا كتير باللي انتوا عاوزينه، انا عاوزه تاني، يعني عايزه ربنا يديني بنوته كمان وبس، والحمد لله ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعدها بقى انا دعيت وانا في الطلق ده، ودعيت وبعد ما ربنا قومني بالسلامه اتلهيت بقى في يحيى ويا اختي كميله ولاعب فيه واعمل فيه، لحد ما ناسيه خالص ان انا دعيت، وان انا خلاص حاسه ان انا برضا عن كل حاجه انا فيها. وبرده ما بطلتش بقى قراءه قران ولا ادعيه وكده. اتلهيت بقى في يحيى وكنت بشتغل في القنوات بسافر، ولا بيا ولا عليا ولا علاج ولا غير علاج، وبالعكس كمان ده انا كنت بسافر مسافات طويله. واللي منكم فاكر ان انا كنت شغاله مذيعه في قناه اونست تفسير احلام، وكنت بقعد لحد الصبح قاعده على الكرسي زي كده بنفسر احلام وبنشتغل، الا وبيها تعبت. وكنت رايحه اكشف في الليله دي بقى اللي انا رايحه اكشف فيها، صبح ان انا اروح يعني اشوف حالتي عند الطبيب. لقيت ما كنتش متوقعه ابدا ان يكون حمل اصلا. فشفت رؤيه ان ماما الله يرحمها انا واقفه قدامي معايا بيضه بفتحها، لقيت البيضه ب3 صفرات. فبقول لها ايه ده يا ماما؟ ده انا طول عمري اسمع عن البيضه بصفرتين، ما اعرفش ابدا ان في بيضه ب3 صفرات. راحت هي بصالي كده، وكانوا شكلهم جميل جدا مبهج، 3 صفرات بيدوروا كده جوه البيضه. فماما راحت جايه بصالي مبتسمه كده. فصحيت من النوم قلت يعني عيب يا احلام، انت واحده بتفسري احلام يعني، وبعدين 3 صفرات، انت عندك ولدين ويبقى الثالث جاي، يا ترى بقى بنت ولا ولد؟ المهم رحت كشفت، قالوا ان انا حامل بدون اي حاجه، بدون اي علاج، بدون اي دكاتره، بدون اي مراكز. وكمل الموضوع وجبت رؤى، واصبح عندي من الولد والبنت. وبرده يعني ما ننساش الآية، قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فربنا هيديكوا لحد الرضا ويرضى عنكم ويبارك لكم في اللي في ايديكم ويديكوا عليه بزيادة. بس أهم حاجة للإنسان اللي هو متعسر في حياته، وإن هو في بعض الشقاء أو الأمور اللي متعسرة اللي مش قادر يوصل لها، ينظف المكان كده في الهواء اللي هو بيحجب الدعاء. والحاجات دي بتكون شوائب ذنوب كده يعني عالقه في الهواء. تخيلها، انا تخيلتها كده، يا ما حدش يعني قال، انا تخيلتها انها شوائب ذنوب عالقه في الهواء، وانت لما بتدعي تقف كده في وسط الدعاء ما بتخلوش يطلع. فاحنا نشيل الشوائب دي كده باي حاجه، بتبتدي الذنوب تقل والدعاء يوصل ويستجاب. ولو قلت يا رب بس، يا رب بس، وربنا عالم بخائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم باللي انت هتقوله، ربنا هيستجيب لك ويديك ويراضيك. بس في حاجة كمان كانت اللي أنا كنت حاسة إنها من ضمن الحاجات اللي بتحجب الدعاء وبتعمل ذنب، اللي هي سماع الأغاني. انا كنت سميعه قديمه جدا، ما كنتش ببطل سماع اغاني، ما كنتش بشيل قشه في البيت ولا اعمل اي حاجه في بيتي، ولا اطبخ ولا اوضب الشقه ولا اعمل اي حاجه من ساعه ما اصحى لحد ما انام الا والكاسيت مفتوح. انتوا عارفين طبعا زمان الشرايط اللي هي كانت بتلف دي في التسجيل، وكنت بحط بقى اسمع هاني شاكر واسمع اصاله واسمع بالليل ام كلثوم، واحط بقى طول النهار اغاني طول النهار اغاني. وكان على ايامي بقى خالد عجاج وإيهاب توفيق والناس دي، وعلاء عبد الخالق، كل الحاجات دي كان الواحد بيسمعها. وهي يعني مش مستحبه، بس يعني ان انت طول النهار طبل، ويعني اسمع في اوقات، بس يعني طول النهار خبط ورق كده في البيت وحاجه تجيب الصداع. انا كنت كده. فلما اهتديت لقيت نفسي لوحدي ببعد، يعني هو انا مش يعني اول حاجه جاهدت نفسي، وبعد كده لقيت نفسي كارهه للامور دي، وما بقتش استأنس ولا ابقى مبسوطه الا وانا بسمع قرآن كريم او يعني بحاول ان انا اقرب لربنا. لقيت بلاقي سعادتي في الحاجه دي، ولقيت ان ربنا سبحانه وتعالى
اداني ورضاني وعفاني وكل الحاجات دي. فالواحد بقى بجد بقى بيحرج انه يعمل حاجه يزعل بيها ربنا او يغضب ربنا عليه. وننهي بالفيديو بتاعنا زي كل مره ما قلنا، ولو انا نسيت فكروني بالصلاه والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبكده انتهى الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.